هعرفكم ازاي تعملوا الشوكولاتة اللي عملتها في مشروع التخرج، ازاي تعملوها في البيت بأسهل طريقة ومن غير ما نستخدم ادوات كتير. والشوكولاتة دي انسب فكرة تعملوها في البيت لو عندكم اي مناسبة. مبدئيا كده علشان نكون متفقين من الاول ان الشوكولاتة الصح لازم نعمل لها تمبرنج علشان تحافظ على درجة الحرارة. مهما اتعرضت لاعلى درجة حرارة الشوكولاتة مش هتسيح. وبما ان هعمل الشوكولاتة للبيت هناكلها في وقتها، فانا ما عملتش الخطوة دي. الحشوة الاولى اللي هستخدمها صوص التوفي مع الفول السوداني. انا في الاول حطيت نص كيلو من الشوكولاتة البيضاء وربع كوبايه من الزيت، ومش بنكتر الزيت علشان الشوكولاته ما تكونش طريه معانا. بعد ما دوبت الشوكولاته على بخار الميه هنضيف ليها البديل للتمبرنج وهو الشمع الغذائي. بنضيف على نص كيلو شوكولاته معلقتين كبار وندوبهم كده مع بعض. وانا رايي بصراحه بعد ما جربت الطريقه دي الشوكولاته اللي انا بعمل لها تمبرنج افضل بكتير. يعني الشمع الغذائي ده بديل لساعات مؤقته، يعني ممكن الشوكولاته ترجع تسيح تاني. المهم انا مش هستخدم قوالب اكليريك، انا هستخدم السيليكون فقط. فاول حاجه بنحط كده طبقه من الشوكولاته وبندخلها الفريزر. طبعا اول طبقه من الشوكولاته لازم نطلع الزياده منها قبل ما نحط لها اللاير التاني من الشوكولاته. بعد ما الطبقه الاولى جمدت بنحط الطبقه التانيه من غير ما نشيل الزياده، بنفردها كده بالمعلقه وندخلها الفريز. طبعا الشوكولاتير بيصنع دايما الشوكولاته بتاعته في قوالب اكليريك لانها بتدي لمعه جميله قوي، كمان سهله في الشغل. بعد ما حطيت الحشوه زي ما انتم شايفين دخلتها الفريزر يعني حوالي ربع ساعه. المهم تتماسك الحشوه قبل ما نحط اخر طبقه من الشوكولاته عشان ما يختلطوش ببعض. الشوكولاته بعد ما جمدت تماما حوالي نص ساعه بنطلعها كده بالراحه من القالب، وشايفين اللمعه بسيطه قوي او ما فيهاش لمعه عشان انا مش مستخدمه اكليريك. انا في وقتها بعد ما طلعتها كده ما كنتش قادره اقاومها من كتر ما هي جميله قوي. الحشوه التانية استخدمت زبده الشوكولاته او بديل النوتيلا ودخلتها الفريزر علشان تكون متماسكه قبل ما احط اخر طبقه من الشوكولاته. عاوزاكم تركزوا معايا في الخطوات ازاي بحرك القالب كده علشان اوزع الشوكولاته وما يكونش فيه اي تكتلات من فوق. وبعد كده بندخله الفريزر كالعاده. طيب عاوزين نعمل لون وردي، انا استخدمت لون احمر يكون زيت، ما ينفعش نستخدم جل ولا الوان بودر. طبعا بنحط اللون على حسب ما احنا حابين، يعني الدرجه اللي انتوا بتحبوها. هنا بعد ما حطيت اول طبقه من الشوكولاته لازم ننزل الزياده منها زي ما انتم شايفين كده، واحط ورقه زبده برده علشان ما نبوظش كل حاجه حوالينا. كمان استخدمت السكريبر علشان اسوي بيها الشوكولاته من فوق واشيل الزياده. تخيلوا كده معايا لو الشوكولاته دي عملتها في قوالب اكليريك قد ايه كانت هتبقى جميله قوي. وتالت حشوه استخدمتها زبده اللوتس. وبس كده عملت بقى كل الشوكولاته. وقتها بدات اجهز العلب، وانا صراحه كنت مبسوطه قوي لانها اكتر شوكولاته حبوها الدكاتره. جربوا الشوكولاته في البيت، ابعتولي الصور. باي باي.